صباح الخير يا دكتور. صباح الخير. يا ريت تكلمنا اكتر عن المؤتمر اللي حضرتك حضرته في اوروبا. اللي كان في ايطاليا. طيب احنا لازم نتكلم ان السكر كان بيتكلم عن السكر ومرض السكر، ان الشخص اللي عنده سكر لما يجي يعمل نظام غذائي صحي يحاول يفكر انه ينظم سكره رقم واحد. ليه بقى؟ لان هو بيفكر انه عايز ينزل في الميزان اكتر، بس بالتالي هو مش هيعرف ينزل في الميزان ويفكر في الارقام اللي بتنزل في الميزان، فما بيوصلش للهدف اللي هو عايزه. لازم تفكر رقم واحد ان سكرك يتنظم ويتظبط، فبالتالي هتبدا تقلل ادويه السكر. لو انت بتاخد انسولين هيبدا يقل، لان احنا عارفين ان الانسولين اللي انت بتاخده ده اصلا بيعمل لك زياده في الميزان. احنا الانسولين اصلا بيعمل على تخزين الدهون اكتر، فتلاقي الشخص ممكن يبقى عنده سكر ومجرد ما يبدا ياخد انسولين نلاقي محيط البطن بدا يكبر. عشان كده دايما لما تحب تتبع نظام غذائي صحي فكر في المشاكل الصحيه اللي عندك، مش ان انا عندي سمنه بس يبقى انا هنظم اكلي وراعي ان انا عندي سكر، فلازم انزل ايرات السكر عندي تتحسن اكتر، ابدا مؤشرات الانسولين ريزيستنت تتحسن معايا، السكر التراكمي يتحسن، ابدا اقلل في علاجاتي. ده مع الوقت هيرفلكت معاك ان انت تبدا تنزل في الميزان، فبالتالي هتلاقي مقاساتك وشكلك بينزل اكتر من نزولك وزنا. وده النجاح لمريض السكر، انه في اتباع نظام غذائي صحي هو بيغير سلوك حياته. فكر تغير سلوك حياتك بطريقه صحيه، وفكر بطريقه صح اكتر ما تفكر في الميزان اكتر. يعني قصد حضرتك يا دكتور ان الاكل اهم من العلاج، او يكاد يكون هو نص العلاج؟ بالظبط، لان احنا دايما بنقول تايب 2 دايابيتس او السكر النوع الثاني مهم جدا. رقم واحد النظام الغذائي، رقم اثنين الحركه والرياضه، رقم ثلاثه العلاج. احنا بنتبع ان احنا ناخد العلاج رقم واحد عشان نعالج السكر، وبنهمل الاكل والحركه والرياضه. شكرا ليك يا دكتور. عفوا.